ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو النهارده الشكل النهائي للسطوح. الحمد لله اللهم لك الحمد، خلص على خير. اخر طبعا مقطع كنا فيه مع بعض بتاع الفيديو اللي فات، لما طلعنا السيراميك والرملة والاسمنت فوق السطوح ده تقريبا قبل ما الراجل يجي يشتغل بيوم. اتبقى سيراميك واتبقى اسمنت، بس ما بقاش رمله الحمد لله، يعني لان الرمله ما كناش هنعرف ننزلها تحت، فشكرتين سمنتو اللي اتبقوا، واتبقى تقريبا 4 كراتين ولا مش عارفه 3 كراتين من السيراميك. فقلت ان شاء الله ال4 كراتين دول هبقى اخدهم عشان ابقى اعمل يعني السطح عندي انا في البيت. تمام. هنا بقى تاني يوم كان الناس اللي هم جايين يعملوا يعني السطوح، العمال وصلوا، فرشوا الاول الرمله على الارض على السطوح. عايزه اقول لكم ان هم فرشوا رمله كتير، يعني المقطع ده انا مصوراه، حطوا يعني قصاده رمله كتير، قصاده يعني رمله تاني، وبقوا يبلوا الرمله والكلام ده. معرفش ليه، يقول لي السطوح عايز يتشرب ولا مش عارفه والله. هو كان بيقول كده حاجات هو فاهم فيها، بس انا ما افهمش يعني. فبس بيفرشوا الرمله وبعد كده ايه بيبلوها كده ميه. فبس انا كنت بصراحه بطلع كده اخد لقطات وانزل على طول، لاني بتحرج يعني اقف وكده، فبصور لقطات كده خفيفه وايه وانزل اشوف بقى البيت تحت ناقصه ايه، الدنيا فيها ايه تحت، الكلام ده. اعمل لهم شاي، اعمل لهم الغدا كده يعني. بصوا هما هنا خلاص فتحوا الكراتين بتاعه السيراميك. بصوا لون السيراميك، كان الراجل عاطيني سيراميك فاتح وسيراميك غامق. المفروض الغامق ده اللي هو للارضيه، والفاتح اللي هو السوكت بتاع السقف بتاع السطح، يعني اللي هو بعد ما السيراميك بيتحط بيبقى فيه كده سوكت صغير، المفروض ان هو يتحط يعني، بيتحط في الحيطه. المهم انا قلت له يا عمي السيراميك الفاتح ده حطه اللي هو السوكت ده اللي هو للحيطان، والغامق افرشه في الارض، يعني حطه في الارض. قال لي تمام ماشي، بس هو يعني استسهل، قال بما اني ده سطوح فمش مشكله يعني. فهو ضايقني بالحركه دي وعمل السطوح سيراميكا وسيراميك. يعني هتلاقوا حتى السيراميك الفاتح قليل 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 جدا، مش عارفه كنت جايبه منه كرتونه ولا 2 عشان بس ايه السوكت. فمش عارفه والله هو عمل كده ليه، بس يلا الحمد لله مش باينين قوي. بس انا اتضايقت يعني، انا قايله له يعمل حاجه عمل حاجه تانية. المهم طبعا نزلت، سبتهم انا بقى ونزلت لبست واخدت بعضي كده، وقلت هروح اجيب الغدا من السوق، لان امي كانت تعبانه وامي ما قدرتش ان هي تروح يعني. فقلت لها اقعدي انتي مع الصنايعيه، والعيال كانت قاعده بيهم شروق. قلت لها اقعدي انتي وانا هتصل بمحمد يكون خلص شغل ايه ننزل سوا. محمد استناني في سوق الورديان، قلت له هجيب سمك وكمان هجيب رز وهعمل سلطه، والحمد لله على كده يعني. فنزل دخلت بقى السوق، هو طبعا يعرف ناس هناك لان هو كان شغال هناك يعني. فدخلت جبت الحاجه بسرعه من اي بياع، يعني هو عارف البياعين، فدخلت على طول جبنا الحاجه وما كملتش نص ساعه في السوق وروحت، لاني طبعا لسه هقف اعمل الغداء، وانا كنت متاخره كمان في الغداء على الصنايعيه، فبتضايق يعني او بتكسف او بتحرج يعني ان انا اتاخر على حد في الغداء، خصوصا ان هو شغال مثلا بيعمل حاجه في البيت عندنا. بس روحنا عند بتاع السمك ده، الصغير ده تقريبا كان ب45 ولا كان لا 45 ايه، كان ب65. اما اللي انا جايباه كان ب75، والكبير ده كان ب85. فانا قلت ايه خير الامور الوسط، اجيب كده 2 كيلو ولا 2 كيلو ونص من اللي هو ايه الوسطاني يعني. فبس هجيب 2 كيلو كده ونص وهروح اعمل الغدا بسرعه. بصوا بقى في حد كتب لي كومنت، مش عارفه الفيديو اللي فات ولا اللي قبله، المهم كنت بعمل حاجه عند ماما يعني، لسه فاكره التعليق لحد دلوقتي. كتبت لي قالت لي هي كتبته باحترام بصراحه، هي شخصيه محترمه، بس يعني ايه انا حابه ان انا ارد. بتقولي يا ندى خساره يعني اللي انت عمل، يعني الفلوس اللي انت صرفتيها على بيت امك، كنتي اتي شقه كبيره وقعدي امك معاكي، او اتلها شقه. على فكره المبلغ اللي انا دفعته في بيت امي ما يجيبش شقه خالص بره، ما يجيبش حاجه بره خالص. طبعا وانا عشان اجيب شقه كبيره وده اجيب فيها امي مش هترضى تقعد معايا، مش هترضى، مش عشان حاجه، لا هي عشان شغلها في نفس الشقه اللي هي قاعده فيها، اللي هي دي اللي انا بعملها دي، الاوضه والصاله. مش عارفه اوصفها لكم ازاي يعني. في اوضه كده ناحيه الصاله عندنا بره،
مش بره يا جماعه، هي في الشقه، يعني باب حديد بيقفل على الشقه بتاعتنا والاوضه اللي هي شغاله فيها، فهي مش هترضى تسيب الشقه اللي هي فيها دي عشان تيجي تقعد معايا. حتى لو جبت شقه كبيره والكلام ده اعمل حسابها في اوضه وكده، مش هترضى تيجي تعيش معايا طبعا، عشان لو متعيشها في البيت ذات نفسه. فهي تقولك لا انا مش هطلع من البيت طالما انا شغاله فيه والكلام ده. استحاله ان امي كانت هتعمل كده، وعشان ان انا اجيب لها شقه بره ده برضك من رابع المستحيلات، لان الشقه دلوقتي غاليه، وكمان لا مش حاساها ان هي ممكن تطلع برضك. لا انا قلت ارمم لها البيت بحيث ان هي تقدر تقعد فيه، لاني والله لو ما كنتش عملت كده كان الشتاء اللي جاي كانت البيت كان هيبقى منهار على الاخر يعني. فالحمد لله يعني ان انا وصلت البيت، يعني وصلت البيت للمنظر ده. فهي ما بتبقاش مثلا فكرة ان انا اوفر في عمايل البيت واجيب لها شقة بره، اوفر مثلا في عمايل الحاجة اللي انا بعملها واجيب شقة كبيرة ليا ولولادي ولجوزي وقعد امي معايا. لا مش كده. وكمان امي زي ما قلت لكم هي عشان شغاله في البيت، فمن الصعب ان هي تسيبه يعني. ان شاء الله ربنا يتوب عليها ونشوف بقى بعد كده الدنيا هيبقى فيها ايه. فانا قلت كده ارمم لها البيت بحيث ان هي تعرف تقعد فيه، تبقى كل حاجة قدامها موجودة وكل حاجة نظيفة وكل حاجة مترتبة، ومفيش بقى ولا مية بتنزل ولا حاجة بتنزل كده يعني. انا قصدي كده. هي كمان ايه كان نفسها تعمل كده بس ما كانش في امكانيات او ما كانش في فلوس الاول. انما هي لو كان معاها فلوس من الاول كانت هي رممت وعملت سيراميك وعملت امي من النوع اللي هي بتحب تعمل وتجيب، بس ما كانش يعني الفلوس ما كانتش مساعداها. فاهمين قصدي ايه؟ يعني انا اتجوزت سنة 2020 تقريبا، لا 2021 ودنيا 22، لا حمو 22 ودنيا 23. ف جوزت 3 عيال في 3 سنين. فطبعا دول لوحدها دي لوحدها قطمة وسط، طبعا طلعت متداينة ومش عارفة ايه. وعايزة اقول لكم ان المعاش لسه مديونة لحد الان بيه. فما فيش اللي هي الامكانيات اللي هي توفر منها فلوس، ويا دوبك شغلها يعني الفلوس اللي داخله على قد اللي طالعه، فمعهاش الامكانيه يعني اللي هي ايه كانت تعمل لوحدها. فالحمد لله الحمد لله ربنا كرمني وشلت من عليها حمل ما كانتش هتقدر تعمله لوحدها. فبس يعني الحمد لله اللي هي اتلمت لحد كده. وعايزه اقول لكم ان انا فرحانه كمان ان البيت وصل للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد الحمد لله. بصوا بقى، اول يوم الراجل جه فيه سهر لحد بالليل، فطبعا ما كانش هيعرف يشتغل على الضلمه، فطلعنا له كده دويل بلمبه عشان ينور بس الصاله، عشان هو كان ساعتها شغال في الصاله. بس المفروض كان اللي هو هيجي تاني يوم يكمل بقية السطوح، بس هو ما جاش، ما عرفش حصلت عنده حالة وفاة يعني، الله يرحم المتوفي، تقريبا مرات خاله ولا مش عارفة مرات عمه، المهم حد توفى يعني من عندهم. فهو ما جاش تاني يوم اجز. فانا روحت بقى بصراحة لما هو ما جاش تاني يوم، انا روحت وقلت ايه هيجي بعد ما يركب السيراميك. جبت لهم اللي هو الغدا بتاعهم حطيته في التلاجة، قلت لها ماما لان انا ماشية، قلت لها لما يجوا بقى اعملوا لهم الغدا بتاعهم والكلام ده. قالت لي خلاص. وانا روحت وجيت بقى لما السيراميك خلص وتركب. قلت كده ايه اصور لكم المنظر الشكل النهائي. كان لسه ما كنتش كنست السطوح. عايزه اقول لكم ان بعد ما قفلت معاكم الفيديو رحت كنسته وسيقته وخليته فله، بس طبعا ما صورتش يعني. الحمامه، فاكرين انتوا الفيديو اللي فات اللي كانت فيه حمامه بيضاء؟ الحمامه فقست الحمد لله. كان فيه معرفش كان فيه بيضتين، واحده طلعت والتانية مش لاقياها، قعدت ادور عليها حتى في الشارع عندنا، قلت لا تكون بعد ما طلعت من البيضه وقعت، ما لقيتهاش. فتقريبا قلت امها خدتها وطارت راحت تاكلها يعني في حته. ففي حمامه بس اللي موجوده، فقلت ان شاء الله الحمامه دي تشد حيلها كده وتاكل وترعرع وتكبر شويه، هبقى اشيل العش ده خالص وهعمل المواسير بتاعه اللي هي الشتاء. هلحم الماسوره بتاعه الاوضه التانية في الماسوره بتاعه الاوضه اللي انا بكنسها دي، عشان لما ميه الشتاء تنزل كده على الشارع على طول. بس مستنيه ايه العش ده يتشيل. اولا اسفه جدا على الخلفيه اللي ورايا دي، بس انا ما لقيتش مكان انسب من كده ولا اهدى من كده ان انا اصور فيه، عشان تحت العيال عامله دوشه جامده جدا. الحمد لله الحمد لله السطوح خلص على خير وانا مبسوطه بالشكل النهائي. بس اللي مضايقني ان السيراميك كنت جايبه سيراميك غامق وسيراميك فاتح. المفروض الغامق ده للارض والفاتح اللي هو السوكت بتاع بتاع السطوح يعني. بس الراجل قال بما اني ده سطوح يعني تقريبا دخل كله في بعضه، فتحسوا ان الارضيه
بلاطه فاتحه وبلاطه غامقه، فده بس اللي ضايقني. بس الحمد لله يعني مش مشكله يعني، هي مش باينه قوي بس يعني المهم انا حابه ان انا ارد عليكم في الفيديو ده على كذا تعليق جالي في الفيديو اللي فات، لان انا قلت ان الشقه دي بتاعت عم اخويا. كذا تعليق جالي يا ندى طب كنتش هاتي اللي هو السباك يعمل صرف للمطبخ وللحمام. بصوا مبدئيا انا معرفش هو هيقسم الشقه ازاي، هيحط فين الحمام هيحط فين المطبخ، انا معرفش الحاجات دي، وانا مش هقسمه على مزاجي لاني مش انا اللي عايش في الشقه. انا بعمل السيراميك هنا عشان الميه بتنزل على امي تحت. انا اهم حاجه دلوقتي عندي امي، ماليش دعوه بقى باخويا هيعمل ايه في شقته، هيحط فين هيسوي فين، انا ماليش دعوه بكل ده. انا اهم حاجه عندي دلوقتي ان انا اركب السيراميك للسطح كله عشان خاطر امي. تمام ده اولا. ثانيا انا ماليش حريه التصرف ان انا مثلا اقول له تحط حاجتك فين، يعني المطبخ هيبقى هنا الحمام هيبقى هنا، انا ماليش حريه التصرف في شقته. وانا عشان اجيب السباك يعمل ويسوي ويكسر طبعا يعني هيبقى فيه تقريبا كده مكان للصرافه، فانا معرفش برضو اذا كان هيتحط عليها سيراميك ولا لا. فهو لو ما حطش عليها سيراميك مثلا ده اللي جه في دماغي، اللي انا بحكي لكم عليه ده اللي جه في دماغي، ان الميه تنزل تحت عند امي. انا مش عايزه كده، انا عايزه السطح كله يبقى سيراميك بحيث ان مفيش نقطه ميه واحده تنزل في الشقه تحت. ثانيا بقى ناس تانية كتبولي يا ندى كنتي صبيتي الاول بعد كده حطيتي السيراميك عشان لما تيجي تصبي السقف يعني السيراميك هيبوظ. انتوا عارفين ان الصبه عامله كام دلوقتي؟ عشان اصب الاوضتين والصاله دي اساسا عايزه مبلغ وقدره، وحما اخويا بصراحه معهوش المبلغ ده عشان يعملها دلوقتي. فلما يجي ان شاء الله لو ربنا كرمه وصبها يبقى يحط بقى سجاد على الارض هنا في السيراميك عشان ما السيراميك ما يبوظ برضه. وانا طبعا هبقى معاه وهنشوف الدنيا عامله ايه مع بعض يعني. ثالثا بقى وده الاهم عشان نصب هنا تقريبا الشقه عليها مشاكل او موضوع البنا تقريبا عليه مشاكل دلوقتي، فلسه عايزين نروح نشوف الحي وعايزين نروح نشوف المحكمه لان في قضيه معموله في حوارات كبيره جدا على الشقه ذات نفسها. فهنروح المحكمه ونروح الحي، فلو نفع ان احنا نصب نبقى ربنا يكرمنا ونعملها، ما نفعش يبقى هو بقى ربنا يكرمه ويوسع رزقه ويوسع عليه، وطبعا مفيش حد فينا هيسيبه. نبقى نجمعه كده من بعض وان شاء الله باذن الله نجيبوله شقه بره كده صغيره على قده. بس دي كانت كل الاسئله، وفي اسئله تانية بس انا والله العظيم ما فاكره كانت ايه يعني. وبس ده الفيديو بتاعي النهارده، وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.